مساء الفل عليكم يا اساطير. النهارده الحدوته بتاعتنا مختلفه جدا عن كل مره، وايك بيتكشف قدام سيده الشياطين وبتعرف انه انسان ولابس قناع شيطان. يا ترى هتعمل معاه ايه؟ اتفرجوا على الحدوته للاخر وما تنساش تدعمنا بلايك وكومنت تقول لنا فيه رايك، ويلا بينا نبدا الحدوته. وبيعرف ايك انهم سموا جيس الخائن، واللي سموه دول بيكونوا اصحابه علشان ما يعترفش باي حاجه عنهم، وحتى ايك نفسه ما قدرش على سمهم ولا يوقفوا. وستيفرو بتكلم جيس وبتقوله هم على فكره سموك علشان ما تعترفش عليهم باي حاجه، اعترف وانا هنتقم لك واخلص منهم. وكان لسه هيقول اسمائهم والموضوع بيخلص، وبيروح ايك وستيفرو لسيده الشياطين علشان يعترفوا لها بكل حاجه ويحكوا لها تفصيله وان جيس كان خاين، وان اللي ورا ده كله واحد اسمه باستو. وسيده الشياطين بتقول لستيفرو انتي قلتي كل اللي عندك عن باستو، هل يا ترى باستو عنده كلام يوضحه؟ وبيتفاجئوا من كلام باستو، هو بيكون عامل زي راجل آلي وفيه شعلة نار، ولكن هو راجل كيميائي خطير. وسيدة الشياطين بتقول له انت ايه رأيك يا باستو؟ ايه رأيك في الكلام اللي اتقال عليك؟ بيقول لها دول بيتبلوا عليا وعايزين ياخدوا مني الثروة وياخدوا مكانتي وكل حاجة عندي. وسيدة الشياطين بتقول له هم فعلا كلامهم صح، ولكن جيشهم كان فيه جاسوس وهم معرفوش يكتشفوا ده، ولازم حسب القوانين يكون في عقاب، ولكن انا مش عايزة اخسر اتنين في نفس الوقت. وابتدت سيدة الشياطين تفكر في حل غريب، انها تخلي الاتنين يتحاربوا واللي هيكسب هو اللي هيحارب مع الشياطين ضد البشر. ولكن ايك وسيفرو بيتفاجئوا قوي من كلام سيدة الشياطين، هما بيكونوش عارفين هيعملوا ايه مع باستو. وسيفرو بتقول لي ايك يلا بينا نمشي وانا هفهمك كل حاجة. ولما بيروحوا القصر بتقول له بما ان انا ساحرة هقول لك على استشفته من الموضوع، وهقول لك شوية تفاصيل عن المبارزة هتحصل ازاي. انهم هيستخدموا مخلوقات سحرية زي العرايس كده هتفضل واقفة، والقائد بس هو ممثل الفريق، وما ينفعش طبعا يشارك مع المجموعة، والمجموعة بتكون 50 واحد، واللي هيفوز هو اللي هيخلص على العرايس التاني، والخسران طبعا هيموت في نفس الوقت. وايك بيقول لها كل الليلة دي معمولة عشان عركة بسيطة ما بين اتنين. وسيفرو بتقول له لا، مش الفكرة في العركة، ولكن الفكرة في صاحب العركة، القائد بتاع الفريق ازاي هيكسب. وسيفرو بتقول له سيدة الشياطين عايزة تختبر كفاءتنا، وده اسلوب مش طبيعي وصعب جدا علينا. وبتقول له ايك لازم انت تروح بدالي. وايك بيفكر ان هياخد الحارس بتاعه علشان يحارب معاه او يساعده، ولكن بيرجع بتفكيره تاني لسيفرو وبيقول لها لا، ليه انا اللي اروح وكده تخاطري بحياتك؟ فسيفرو بتقول له قائد زيك يقدر يعدي من الالغام على عكس ساحرة زيي. وايك بيحاول يقول لها ما ينفعش تخاطري بحياتك وتضحي وتخليني انا ابقى قائد مكانك. وسيفرو بتكون مسلمة حياتها كلها لايك، وايك بيبقى شايف ان ده حمل كبير قوي عليه. وبيقف ايك في القصر بتاعه وبيكون جنب المساعد، والمساعد بيقول له ايه يا ايك مستعد للحرب ولا ايه؟ فايك بيقول له انا بحاول الاقي طريقة افوز بيها وتكون طريقة مش طبيعية. وايك بيفكر وبيقول ده المساعد بتاعي كمان ما يعرفش ان انا انسان عادي مش شيطان. وبيروح ايك مع المساعد بتاعه وبيقول له بص، ودي الدومة اللي هتعاركنا، وكمان دي اسلحة، ودي ليلة كبيرة قوي سعادتك مش هنعرف نخلص عليهم. وايك بيحاول يفهم المساعد بتاعه ان انت موجود هنا مش هتعمل اي حاجة، هم هنا حاطين لك كل حاجة، الناس اللي هتحارب وكمان الاسلحة وكل حاجة متساوية في القوة والقدرات، الاختبار الوحيد بس هو في القيادة، اما الاسلحة دي نقدر نستخدمها براحتنا. فالمساعد بتاعه جيرون بيقول له ده سيدة الشياطين دي كريمة جدا عشان تحط لكم كل الاسلحة دي. وايك بيرجع مكتبه وبيتعكن مزاجه وبيقول ازاي هكسب واحد زي ده. وبتدخل عليه ليزا بكوباية الشاي بتقول له مالك يا باشا قاعد بتفكر في ايه؟ فبيقول لها ايه رأيك يا ليزا، قولي لي ايه افضل طريقة نفوز بيها في معركة؟ وبتكون مش عارفة تقول له حاجة، فبيقول لها بص يعني انت لو هتقاتلي دلوقتي قدامك ايه تقاتلي بيه؟ فبتقول له انا يا باشا ماليش في اي حاجة من دي، انا اعمل لك شاي قهوة اللي انت عايزه، اما قاتل انا معرفش، انا اخري استخدم المكنسة بتاعتي. وايك بيستدرج من كلامها وبيطلع منها معلومة مفيدة اننا نحارب العدو من بعيد، زي السيف افضل من الخنجر مثلا لان بعده بيكون اكبر، فبالتالي هنحمي نفسنا اكتر، والرمح هيكون ابعد من السيف فبالتالي هنكون في امان. وطبعا ليزا ولا هي هنا، وايك بيحاول يلاقي طريقة تكون افضل علشان يقضي على خصمه. وليزا بتقول له الاقواس مذهلة هتخليك تحارب من بعيد. وايك بيقول لها هي حلوة فعلا
تخترق الدروع المعدنيه، ولكن انا محتاج سلاح اقوى، وعايز كمان سلاح ما يعرفوش اي حاجه عنه علشان ما يعرفوش يتعاملوا معايا بيه. وبيقول لها ايك هم يستخدموا اسلحه زي البنادق دي بتكون اكثر قوه من السيف، وكمان ينفع يحاربوا من مئات الامتار ويعرفوا يغلبوا احسن مننا بكتير، فاحنا مش هنعرف نعمل قدامهم حاجه. والخصم بتاعي خصم كيميائي، يعني شاطر بشكل غير طبيعي، وممكن يلاقي اي اسلحه كيماويه يقدر يحاربني بيها. وبيروح ايك لسيفرو اللي بتقول له انت واقف كده ليه؟ شايل عني الشمس مش عارفه اخد تان. فبيقول لها انا جاي هنا عشان تفكري معايا ونشوف طريقه نحاول ننتصر بيها على باستو. وباستو قاعد بيخطط وبيدبر رجاله، وبيقول للجاسوس بتاعه ها هما وصلوا لطريقه معينه ولا زي العادي؟ والجاسوس بتاعه بيقول له انهم هيبعتوا ايك قائد اللواء اللي ما بيموتش، وان سيفرو خايفه منك ومش هتعرف تواجهك وهتخلي ايك بس هو اللي هيواجهك. وباستو بيقول اكيد سيفرو بتخطط لخطه تانية، مش معقول انها مش عايزه تواجهني. وبيروح المخزن بيشوف الاسلحه اللي موجوده اللي ممكن يحارب بيها، وبيلاقي هناك سلاح مصنوع من انياب التنين اللي قادره تقطع اي حاجه قدامها. وبيقول حلو السلاح ده بنستخدمه في العركه. وايك بياخد الدش المتين وبيلاقي قدامه ست الكل اللي داخله عليه، وبيقول يا لهوي ما تعرفش ان انا انسان، وان المفروض طول الوقت لابس قناع ومخبي عليها، ولازم امثل اني واحد تاني مش ايك. وبتكون جايباله اسلحه وبتقول له خد يا ايك الاسلحه دي. وايك بيقول لها انا مش ايك اصلا، انت بتقولي لي ليه ايك؟ فبتقول له ما تخبيش عليا، روميرغ قال لي على فكره على كل حاجه، وان انت انسان عادي ولابس قناع وكل ده مخبيه تحت القناع، وانك اتعلمت منه السحر وكل حاجه. فبيقول لها انت عرفتي منين؟ فبتقول له انت مستهون بيا ولا ايه؟ انت ناسي ان انا ابقى مين ولا ايه؟ وبيسالها ايك هي ايه امنيتك اللي انت بتتمنيها؟ فبتقول له ان احكم العالم كله والارض كلها واحصل على قطعه، وعلشان احصل على ده لازم يكون معايا جيش كبير وقوي، وانت اكيد هتخدمني في ده يا ايك، علشان كده انا سايباك. فبيقول لها ايه الاسلحه دي؟ فبتقول له خدها هتعرف تستخدمها في الحرب ما بينك وما بين باستو. وايك بياخد الاسلحه وبيروح لسيفرو، وسيفرو بتقول له انا معرفش اي حاجه عن الاسلحه دي يا ايك، انت جايبها لي هنا ليه؟ وايك بيقول لها انا محتاج رصاص، وسيفرو بتجيب له رصاصه قد الجبل وبتقول له خد يا ايك. وايك بيقول لها مش للدرجه دي، انا عايز حاجه اصغر شويه. فبتقول له بجد انا كنت لسه هفتتها، وفعلا بتكسرها لحتت صغيره جدا. وبتحضر الشيطانه الصغيره فورتينا وبتسال ايك ليه محتاج الفحم والكبريت وكمان الملح الصخري. فايك بيقول لها انا محتاجهم. فبتقول له هما بيعملوا انفجار مع بعض. وايك بيقول لها ده بيتسمى بارود، وبيطلب من سيفرو انها تحضر 500 بارود. وسيفرو بتبلغ فورتينا وبتسمع كلامها، وفعلا المساعد بتاع ايك بيقرر يساعدها كمان. وفي ارض المعركه وبيحضر كل الشياطين وسيده الشياطين كمان، وايك وجيشه وباستو وجيشه، وبيكونوا مستعدين انهم يواجهوا بعض. وباستو قاعد بيفكر وبيقول اكيد سيفرو مخططه لنا خطه بنت لذينه. واول ما بيشوف ايك وجيشه بيقول له ايه اللي انت جايبه ده؟ وايه الاسلحه اللي انت جايبها دي؟ ماسكين سكاكين ولا ايه؟ انتوا مش عارفين انتوا هتحاربوا مين؟ وايك بيقول له هنشوف بس لما نحارب بعض. فبيقول له باستو ايه اللي ماسكينه في ايديكوا ده؟ سيوف من فولاذ، بس هي حلوه جدا بس مش هتنفعك قدام الاسلحه بتاعتي. وبيفتكر ايك كلام سيده الشياطين وبيقول ليه ساعدتني وادتني الاسلحه، يا ترى عايزاني اتساوى معاه ولا ده اختبار ليا؟ وبيقول انا هتناقش معاها بس لما انتصر على باستو. وبتبدا المعركه فعلا ما بين ايك وما بين باستو، وباستو بيبدا بالاسهم، وجيش باستو بيهجم على جيش ايك بكل حماس، وجيش الشياطين بيشجع باستو، ولكنهم بيتفاجئوا بالاسلحه والرصاص اللي بيستخدموا رجاله ايك. وباستو بيحاول معاهم بالنار، ولكن اللي بيكسب بيكون ايك وبيقف مع جيشه قدام باستو. وسيده الشياطين بتطلب من باستو طلب ان اول حاجه يموت نفسه موته شريفه يا اما تقتله. وباستو بيختار ان هو يموت سيده الشياطين بنفسه، ولكن سيده الشياطين بتغضب منه جدا، وباستو بيكون واقف مع جيشه اللي هم كل الشياطين دول علشان هو يكون سيد الارض او سيد الشياطين بدلها. ويا ترى باستو هيخلص على سيده الشياطين ويكون هو سيد الارض ولا هتكون في خطه تانية؟ وبكده يا صحابي تكون خلصت حدوته النهارده، اشوفكم على خير في حدوته المره اللي جايه.